مجددا. الحقيقة بدأت النهاردة أولى جلسات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، وبتتجه الأنظار نحو مدينة شرم الشيخ اللي بتستضيف هذه القمة. بيشارك فيها بطبيعة الحال قادة العالم ومسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة. المؤتمر بيأتي كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة بهدف الحد من تأثير النشاط البشري المؤثر بشكل سلبي على المناخ، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي. طبعا حضراتكم شايفين ومتابعين أنه بيشهد يعني موجة من التدهور بشكل كبير جدا على مستوى العالم. مصر باستضافتها لهذا الحدث الكبير بتسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واللي من بينها موضوعات الصحة والأمن الغذائي والاستدامة البيئية. حوالين هذا الحدث الكبير وأهميته لمصر والعالم هيكون حوارنا مع ضيوفي الكرام اللي منوريني ومشرفيني، سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بيك يا سيادة اللواء، اهلا صباح بيك الخير يا يا فندم. هشام بيه وبرنامجك المحترم. أهلا وسهلا بيك يا اهلا فندم. بحضرتك. كذلك بيشرفني الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي لتغيرات المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بيك يا دكتور اهلا محمد. بك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أيضا مشرفنا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور اهلا محمد. صباح وسهلا. الخير يا فندم. اهلا صباح. أهلا بسيادتك. عايز البداية تكون من عند حضرتك يا فندم، من خلال التخصص إزاي بترصد هذا الحدث، وإزاي ممكن يكون بادرة أمل لتحسن في طبيعة المناخ حول العالم. وده مش هيتحقق طبعا غير بالتزام الدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها اللي طبعا كانت وقعت عليها في وقت سابق من خلال اتفاقيات سابقة أو قمم سابقة. فالنهاردة إزاي ممكن يكون هناك بلورة لهذه الرؤى وهذه التحديات من خلال الجمع الأممي؟ الحقيقه يا فندم، في الاول بقى هو في نقطتين مهمين في السؤال ده. اول نقطه ان احنا هذه القمه بتعقد في وقت شديد الحساسيه، ووقت في الدقه على المستوى الدولي كبيره جدا. خرجنا من جائحه كورونا بمشكلات تضخم عالمي، اضطراب سلاسل الامدادات. هناك الكثير من المشكلات الاقتصاديه والماليه اللي مع الدول الغنيه المتقدمه، وايضا مع الدول الناميه اللي اضطرت ان هي تاخد قروض جديده عشان خاطر ما بعد الجائحه. ثم دخلنا في الازمه الروسيه الاوكرانيه، وايضا كان لها تداعيات على اقتصاديات الدول الغنيه وايضا على الدول الناميه. كل ده بيؤدي الى ان هناك مساحه قليله قوي في قصه التمويل المناخي. لكن النقطه الاخرى اللي احنا عايز اقولها هي الوقت ده دلوقتي حضرتك هي نقطه اللا عوده. بمعنى ايه؟ زي ما بيقولوا بالانجليزي the point of no return. ما لدينا من ادله علميه دامغه على ان نحن لابد ان تكون هذه القمه قمه تنفيذ فعلا زي ما سياده الرئيس قال، وزي ما من الوعود او التعهدات الى التنفيذ شعار هذا المؤتمر، ان لابد ان يكون هذه نقطه تحول في التاريخ. ان مصر قمه مصر وقمه شرم الشيخ ستكون نقطه فيصليه ونقطه تحول في العمل البيئي والعمل الدولي من المجتمع الدولي في التغيرات المناخيه. ليس امامنا وقت كاف ان احنا نعيد هذا الكوكب الى سابقته، الى يعني مستوى نرتضيه للاجيال القادمه ولاولادنا من بعدنا. فهناك علامات خطر كثيره جدا صدرت من اللجنه الحكوميه للتغيرات المناخيه الاي بي سي سي، ان احنا ماشيين في طريق للاسف الشديد سيؤدي الى مشكلات وكوارث يعني لا يحمد عقباها. ملامح ايه يا دكتور علاء من وجهة نظرك؟ الحقيقه يا فندم هي المشكله ان احنا لو مشينا في هذا المضمار، خاصة أن كان هناك ردة في وقت من الأوقات، إن احنا في بعض الدول رجعت تستخدم الفحم تاني في الوقت اللي احنا بنقول إن احنا عايزين يكون هناك تحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. وإن الحقيقة القصة حضرتك إن احنا لابد إن احنا نشوف كيف يمكن أن نؤمن الغذاء، كيف يمكن أن يكون هناك موارد موجودة من الناحية الكمية والناحية الكواليتي يعني الجودة أيضا للأجيال القادمة. وأيضا أن هذا الكوكب ليس لدينا غير كوكب واحد، وبالتالي المجتمع الدولي كله 197 دولة المجتمع النهاردة وبكرة إن شاء الله لابد أن هم يعني يتفقوا على أن يلتقوا في نقطة يتفق عليها الجميع من ناحية ماذا سنفعل. يعني القدوم إلى الأمام لابد أن نتخذ إجراءات فورية وإجراءات سريعة
عشان نقدر نغير مسار هذا الكوكب. للأسف دكتور يمكن من خلال الدورات السابقة يعني حتى المخرجات غير إلزامية، آه، فإزاي ممكن القمة دي تكون مختلفة عن سابقيها والكلام اللي نطلع بيه من هذه القمة ينفذ ويبقى على محمل الجد؟ اولا يا فندم، هي الاتفاقيه الخاصه بالتغيرات المناخيه اللي صدرت في 92 في ريو دي جانيرو، اسمها الاتفاقيه الاطاريه للتغيرات المناخيه، يو ان اف تريبل سي، يونايتد نيشن فريم ورك كونفنشن اون كلايمت تشينج. وهي اتقالت اطاريه ليه؟ لان لم يكن هناك فيها اجراءات محدده ماذا ستفعله الدول، وتركوا هذه الامور للمفاوضات والتشاور ما بين الدول. عشان كده اول مؤتمر اطراف تم سنه 95، ومن بدايه اتعمل في كيوتو آلية للتنفيذ 97، مدينة كيوتو اليابانية، بعد كده مؤتمر باريس. هي دي العلامات المميزة. 2015، وكان 2015 هي الحقيقة البداية الحقيقية ان الدول، وان كان ليست ملزمة زي ما سيادتك تفضلت، ليس الزام، لكن الدول لابد ان هي تقدم وثيقة اسمها المساهمات الوطنية. ازاي هنقدر ان احنا نصل الى حيادية الكربون وهنخفض، هنعمل عملية تخفيف الميتيجيشن، هنخفض الانبعاثات ازاي، وهنقدر نعمل تكيف ازاي على 2030 2050 وهكذا. نعم. وبالتالي هي ليست ملزمه، ولكن المشكله حضرتك سواء هناك الزام، يعني من ناحيه الضمير والاخلاق الإنساني. والعداله أخلاق. المناخيه. العداله المناخيه يا فندم قصه كبيره جدا، واعتقد ان شاء الله ان هذا الموضوع سوف نعم. يطرح في هذه القمه باذن نعم. الله. طيب دكتور محمد، واحنا بنتكلم على الزراعة، واحدة من أهم القطاعات ربما اللي تأثرت سلبا بالتغيرات المناخية. احنا هنا في مصر يا فندم واحنا بنتكلم على معمل مركزي لتغيرات المناخ. عايز أعرف يعني طبيعة المعمل بيتكلم في إيه، وإزاي مصر ممكن يكون ليها ورقة بحثية إسهامية من خلال حضراتكم والمؤتمر بشكله الكامل، عشان يكون عندنا رؤية موحدة. أكيد كل قطاع في الدولة بيقدم ورقة أو رؤية بحثية تجاه تغير المناخ. بالنسبة لوزارة الزراعة، إيه الورقة اللي قدمت عشان تشرح وتبرهن على وجهة النظر المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الزراعة لها أنشطة كتير جدا في التغيرات المناخية، ابتدتها من سنة 96 بإنشاء المعمل المركزي للمناخ الزراعي، ثم في 2009 تم إنشاء مركز معلومات التغيرات المناخية. وفي أنشطة عديدة أهمها الرصد المناخي المستمر للأرصاد الجوية. احنا عندنا 50 محطة أرصاد جوية نعم. منتشرة في جميع المحافظات. نعم. بتعمل لكن يا دكتور محمد، بس عفوا للمقاطعة دلوقتي، احنا بننقل على الهواء مباشرة مراسم الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الإجرائية للمؤتمر اللي بتتسلم فيها مصر رئاسة القمة بحضور سامح شكري وزير الخارجية. خلونا نستمع لبعض الدقائق وبعض الكلمات ونشوف هذا الشكل البروتوكولي لتسلم القمة لمصر، القمة رقم 27. السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا بكم في شرم الشيخ. أهلا ومرحبا بكم في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. اسمحوا لي أن أستهل مهامي كرئيس للمؤتمر بأن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على الثقة التي منحتموها لبلدي مصر، والتي عكسها اختياركم لها لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم والأكبر على الإطلاق، وانتخابكم لي لتولي هذه المسؤولية الجسيمة التي أطلع بها وكل ثقة في أن مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد لنمضي معا نحو تحقيق ما نصبو إليه. وأؤكد لكم هنا أن مصر لن تدخر جهدا في هذا السبيل، وأننا سنعمل على توفير أفضل الظروف التي تتيح لكافة المشاركين من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم وضمان خروجه بالنتائج التي نتطلع جميعا إليها. واسمحوا لي أيضا أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بعميق الشكر لحكومة المملكة المتحدة الرئاسة السابقة لمؤتمر الأطراف على كل ما قدمته خلال فترة رئاستها وما بذلته من جهد لدعم وتعزيز عمل المناخ العالمي من خلال الأداء المتميز لفريق الرئاسة البريطاني الذي قاده صديقي الوزير ألوك شارما.
الذي سعدت بأن عملنا سويا على مدار قرابة عام كامل لضمان انتقال سلس لرئاسة المؤتمر يبني على ما تحقق من زخم سياسي في غلاسكو العام الماضي، ويستكمل المسار نحو أهداف توافقنا عليها ونتائج لا بد أن نصل إليها. السيدات والسادة، إن مؤتمرنا الذي يبدأ أعماله اليوم هو 27 في مسيرة بدأناها معا منذ نحو 30 عاما، وهي عمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. مسيرة متصلة أثبتت جدواها وأهميتها عاما بعد عام. استطعنا خلالها أن نصبح أكثر إدراكا للخطر الذي يهددنا، وأكثر وعيا بما كشفه لنا العلم من حقيقة وتبعات هذا الخطر، وأكثر اقتناعا بما يتعين علينا القيام به من إجراءات لدرء والتغلب عليه اليوم قبل غد. إن مصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة هنا في شرم الشيخ، لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية، ولنجدد العهد ونرفع الطموح وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي يواجهه البشرية في الوقت الحالي. إن كافة الشواهد تؤكد لنا بغير شك ولا جدال إن تغير المناخ قد أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان وبكافة الأشكال. ويؤكد العلم بشكل قاطع إن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلا للاستدامة، وإن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا. ورغم كافة الأمنيات الطيبة ورغم كافة الجهود المبذولة، تؤكد الدراسات العلمية مرة أخرى من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد. ولعل ما شاهده على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان وفي قارتنا الأفريقية وفي أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا، لعل تلك الأحداث وما خلفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا، يدعونا إلى اليقظة والحرص وإلى التحرك العاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وفاء بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا. سيدات والسادة، لا يخفى على أحد منا أن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتب عليها أزمات في امتداد الطاقة والغذاء. وإذا ظن البعض أن هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي الدولي لمكافحة تغير المناخ، فإنه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ أن نثبت عكس ذلك. لذا فإنني أدعوكم جميعا لأن نؤكد للعالم أننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له. ومن أجل ذلك فلقد كانت دعوتنا دائما أن الوقت قد حان للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية، ومفاد ذلك حتمية التعجيل بتنفيذ ما تراضينا عليه في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وعززناه في اتفاق باريس وبرنامج العمل الخاص به.
مع ضرورة رفع مستوى الطموح لكل الدول وفقا لقدراتها المتباينة بطبيعتها. وهنا يهمني الإشادة بالدول التي قامت بالفعل بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، ومن بينها مصر، وأثق أنني أتحدث نيابة عنكم جميعا حينما أدعو سائر الدول لأن تحذو نفس الحذو، لا سيما وأن التقرير التقييمي الصادر مؤخرا حول مجمل وضع المساهمات المحددة وطنيا كشف أن مستوى الطموح الحالي لا يرقى للوصول إلى هدف باريس. وهنا أيضا تقدر الإشارة إلى أنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فإن هذه المرحلة من مسيرة عملنا المشترك تقتضي مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية من غير الدول، والتي أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها. وتأكيدا لذلك فقد حرصت مصر خلال الإعداد لهذا المؤتمر على التشاور مع هذه الأطراف وإشراكهم في كافة الأنشطة والفعاليات، سواء فيما يتعلق بمبادرات دولة الرئاسة أو بالأيام الموضوعية المختلفة على مدار المؤتمر، بل وأيضا في قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي تبدأ أعمالها غدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات. سيدات والسادة، إنني وإذ أبدأ اليوم مسؤوليتي كرئيس للمؤتمر لابد لي أن أدعوكم جميعا إلى وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص إلى إنكارهما، وهما: أولا، أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض. ثانيا، إن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل المناخ تثير الكثير من الشواغل، إذ أن تعهد توفير 100 مليار دولار سنويا لم يجد بعد سبيله إلى التنفيذ، كما أن أغلب ما يتوفر من تمويل يميل بطبيعته إلى خفض الانبعاثات على حساب جهود التكيف، فضلا عن اعتماد أغلب التمويل المتاح على القروض. وأظن أنكم تتفقون معي أننا لا نملك طرف الاستمرار على هذا النهج، بل يتحتم علينا تغيير مقترباتنا من التعامل مع هذا التحدي الوجودي، ويتعين علينا السعي بجد وإخلاص للاستماع والتعرف على شواغل الأطراف الأخرى وتفهمها، والعمل على الوصول إلى حلول توفيقية مقبولة تكفل تحقيق التقدم وتؤكد بالدليل العملي ما دأبنا على المناداة به من ضرورة ألا نترك طرفا يتخلف عن الركب. رغم جملة التحديات التي نواجهها، إلا أن البشرية لا تزال أمامها الفرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل سويا بشكل متسق ومتناغم. ونرى اليوم الكثير من الشواهد على ذلك. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع الطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة ساهمت في انخفاض أسعارها بشكل كبير، كما تطورت تكنولوجيا التكيف في مجالات إدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي بشكل ملحوظ. وشهدت السنوات القليلة الماضية تزايدا ملموسا في وعي المجتمعات، لا سيما في أوساط الشباب، بخطورة تغير المناخ، مع عزم أكيد على التعامل مع القضية بشكل مبتكر وفعال. ونما بشكل ملموس اهتمام وإسهام المجتمع المدني ونشطائه والعاملين في مراكز الأبحاث، وتزايد دور المرأة وتصاعد دور المدن والحكومات المحلية وغيرها، مما يؤكد أن الفرصة لا تزال سانحة لوقف هذا الخطر الداهم الذي يهدد معاش وحياة الملايين في مختلف بقاع الأرض. سيدات والسادة، غدا تبدأ قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ أعمالها، حيث يتوافد قادة العالم هنا للإعراب عن التزامهم الراسخ
بجهود مواجهة تغير المناخ وأولوية العمل من أجل مستقبل نتمكن فيه من العيش دون خطر وجودي يهددنا. وعلى بعد خطوات من تجمع قادتنا نبدأ نحن أسبوعين من المفاوضات والمشاورات الهامة والحيوية التي يجب أن نجتهد لتكون ميسرة ومنتجة. أدعوكم جميعا غدا إلى الاستماع جيدا لما سيعبر عنه قادتنا، وأطلب منكم الالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وترجمة الالتزام السياسي الذي سيتردد صداه غدا وبعد غد في كافة أورقة هذا المكان إلى توافقات وتفاهمات على النصوص والقرارات التي نعلم جميعا مدى أهمية التوصل إليها من خلال هذا المؤتمر. أناشدكم جميعا أن تضعوا نصب أعينكم إن ما نحن بصدده ليس عملا تفاوضيا منفصلا عن الواقع، وأننا نخسر جميعا إن ظننا إمكانية تحقيق فريق لمكاسب على حساب فريق آخر. فمهمتنا جميعا أكثر نبلا من ذلك، تمتد آثارها لحياة ومعاش ومصالح الملايين من البشر حول العالم ممن يعانون من واقع حي تتفاقم وطأته مع كل يوم نقصر فيه في عملنا أو نتباطأ. وليس هناك مجال لأن نهدر مستقبل الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا، فهي مسؤولية في أعناقنا. إنني لعلى ثقة كاملة إنكم تدركون حجم التحدي، وأن لديكم العزم والعزيمة على التعامل مع هذا التحدي بالكفاءة وبروح التفاهم اللازم. لقد حان الوقت للعمل والتنفيذ، فلننفذ معا من أجل البشرية ومن أجل كوكبنا. أشكركم وأتطلع للعمل معكم من أجل مؤتمر ناجح إن شاء الله. شكرا جزيلا.